ببساطة لما تعيش مع ربنا الحياة هتبقى جميلة ولطيفة ومفيش تعب ولا ألم ولا أي حاجة هتكون تعباك في حياتك. في ناس تاني بيقولوا إنه لا، أنت لما تعيش مع ربنا الحياة كلها ألم وعذاب وهتتحمل سكة مش هتقدر تعيشها. أنا شادي، متجوز وعندي بنتين، سيلينا 8 سنين وإلينا 3 سنين ونص. في يوم إلينا في الحضانة يعني درجة الحرارة زادت نص درجة. احنا من نوع شوية يعني لو حصل أي حاجة لو نجري على الدكتور. بعديها بيومين ابتدت تكح جامد قوي، رحنا للدكتور تاني يوم، وصلنا المستشفى، عملنا الأشعة، فجأة قالت لنا لا، هي لازم تدخل المستشفى حالا. احنا كل ده احنا رايحين نكشف عادي على أساس إنه دور برد أو كحة وهناخد علاج وتخف زي كل مرة يعني. فجأة حسينا الدنيا يعني ضلمت. يعني ناس كتير كلموني قالوا لي عادي في التهاب رئوي، ناس بيخشوا المستشفى يدخلوا المستشفى ويقعدوا 3 أيام ويخرجوا، ده طبيعي، حصل لأطفال كتير. قلت لها خلاص يا دكتور احنا هنقعد 3 أيام معاكي في المستشفى والأمور هتبقى أحسن. وحاولنا نطمن بعض يعني، لقينا الأمور بتتطور بطريقة مخيفة شوية. فجأة جزء من الرئة كبير حصل فيه ضمور. كان يعني كنت سمعت عن ناس قبل كده، ناس بيجي لهم مية على الرئة وقصص، بس فاهم الناس كبار. الموضوع فضل يتدهور، وإنه كمية كبيرة مية على الرئة مش بتقدر تتنفس، واتحطت على أجهزة وإنها يعني تبقى أكسجين وطول الوقت بيتابعوها والدكاترة. فجأة كذا دكتور بتدخل معاها دكاترة تانيين في المستشفى. أنا كل ده مش قادر أفهم قوي. ابتديت أبعت الأشعة والأشعة المقطعية والسونار والحاجات اللي اتعملت في المستشفى كتير وتحاليل لأصدقاء ليا دكاترة تاني بره عشان يوضحوا لي أكتر إيه اللي بيحصل. كله بيقول لي يعني كمل مع الدكاترة اللي أنت معاهم، هم كويسين بس مش عايزين يوضحوا لي إيه الموضوع. لغاية ما ابتدى الموضوع يتطور إن هو خلاص إحنا المية دي بتزيد، اللي على الرئة مش بتقل. حاصل سمعت مصطلحات كتير قوي، ضمور، تجلطات، تليف في الرئة. أنا شايف البنت بتتألم بطريقة مخيفة جدا، إيديها بتورم، شرايين مش مستحملة. بنركب حاجة سنترال لاين كده في الرقبة عشان نقدر نديها العلاج. أنا وليليان مراتي كنا في وقت صعب قوي. الوقت ده كنت واقف قدام ربنا، قلت له أنا يعني مش فاهم قوي، لكن أنا عارف انك انت صالح، عارف انك انت امين. مش معناه ان انا ما كنتش متألم، كنا متألمين جدا جدا جدا. متألمين عشان انا حاسس انا مش قادر اعمل اي حاجه. كنت كل يوم بصلي بقول يا رب انا عارف انك انت تقدر تشفي، لكن انا مش عارف انت عايز تعملها ازاي. انت ممكن تشفيها في لحظه، كان ممكن اصلا ما اسمحلهاش ان تدخل في حاجه زي كده، لكن خلي الوقت ده يبقى انا ثابت فيك. انا يعني دايما كان لما اسمع قصص ناس امراض كتير قوي كنت بحس انه لا، انا بعيد عن الناس دي قوي، لان ربنا مش هيخليني اعدي في حته انا مش قدها. فدايما كنت بقول كده، انا لازم اكون قوي قوي عشان اقدر اخش في الحته، ادخل في الحته دي. اكتشفت واحنا ماشيين في الرحله دي انه الفكره مش متوقفه عليا انا قوي قد ايه، هي متوقفه انه في معايا، في صديق معايا، في ربنا ماشي معايا طول الرحله. فايا كان اللي هعدي فيه بقى لا، هو يقدر يكمل معايا. بعد ما عملنا جالي تليفون، وده اللي كنت من ضمن الحاجات خايف منها، انه لازم ندخل نعمل العمليه، نسحب الميه اللي على الرئه ونركب تيوب في الرئه لمده 3 ايام، والميه دي تبتدي تنزل. طبعا القرارات وارجع لدكاتره كتير وكذا دكتور اتدخل وقالوا لي انه لازم نعمل كده وما تخافش والموضوع هيتحسن لما نعمل ده. كلهم كانوا بيقولوا انه الحاله تقيله علينا احنا شخصيا يعني. وكنا بنتواصل معاه، قال لنا مش هقدر اقول لكم حاجه غير بعد 3 ايام عشان اقدر اقول لكم إلينا هتخرج ازاي من الموضوع ده. فكنا في وقت حرج قوي، انه بصراحه ما كنتش فاهم هي هتعيش ولا مش هتعيش. وده كان تحدي رهيب قوي قوي في علاقتي مع ربنا، انه انا هسلم خالص واقول يا رب لتكن مشيئتك. انا هفضل اتخانق مع ربنا واقول له اشفيها وليه بتعمل كده ولا ايه اللي هيتم. ما اعرفش، لقيت اللي جوايا انه بقول يا رب انا عارف انك انت صالح. كنت بحس صوت جوايا كده بيقول لي انه انت واثق فيا انا ولا واثق في شفائي. يعني ان احنا نثق فيه هو شخصيا. فانا واثق في اي رحله انا ماشي فيها ان هو صالح وهو امين وهو يقدر يعملها بطريقته وبالطريقه اللي هو شايفها. ممكن يتدخل بمعجزه فوريه، ممكن يتدخل ويستخدم الطب، ممكن يعملها باي طريقه، ممكن يكون مشيئته انها توصل السماء. الثقه فيه ان انا اكون مسلم للاخر واكون واثق ان هو يقدر واطلب الشفاء. فاكر جمله قالها لي دكتور ماهر صمويل، انه الله لا يسمح لنا بضررنا لكن يسمح بألمنا. انه ممكن نتألم لكن كل الاشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. فانا واحنا بنعدي في الرحله دي كان في الم لكن كان في تشكيل. بعد كده عرفت انه الموضوع ابتدى بكوفيد، والكوفيد كان حصل نوع بكتيريا فعاله هو اللي دخلت على الرئه، حصل فيها ضمور. فايا كان المرض ده ناس اخترعوه او ايه مصدره، لكن انا عارف انه
انا بتبع يسوع المسيح، بتبع الهي الحي، فانا ماشي معاه طول الرحله. ده ما يعفناش ان احنا ما نخشش في اي الم، ما نخشش في اي امراض، لكن بيضمن لي ان في معيه معاه. وارد جدا نعدي في احتياجات، وارد جدا نعدي في الم، لكن في الوقت اللي فيه معيه، الوقت اللي هو معايا طول الوقت، هو ده اللي بينفع يخليني اعدي. ده مش معناه ان ما عدناش في وقت نفسي، ده مش معناه ان احنا مش بنحزن. حزننا جدا واتألمنا قوي قوي، وفي اثار حصلت بعد ما الينا خرجت من المستشفى نفسيا لينا، والاضطرابات اللي بعد الصدمه اللي احنا حاسينها. كنت محتاج مساعده من بعض الناس مشيرين وناس نفسيين يساعدونا، دكاتره يعني. لكن هو كان معانا طول الرحله. رحنا عملنا اشعه تاني، والجزء اللي كان في الرئه يعني كبير جدا مش موجود ابتدى يتحسن وخد شهور، والرئه رجعت كامله 100%. بشكر ربنا لان هو شفاها، وبشكر ربنا لان اللي اعظم من بس ان هو يشفيها ان احنا نختبر وجوده ونختبر معيته، وانه طول الوقت مش ان انا مش هعدي بألم، وانه مش بحسب قوتي انا هعدي، لكن على حسب كل وقت احنا بنعدي فيه هو بيدي القوه والنعمه والمعيه اللازمه للحته اللي انا هعدي فيها. فدايما كنت بخاف من ان اخش في حاجه صعبه او ادخل في حاجه صعبه، لكن اتكسر حته جوايا انه انا مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل حوالينا، لكن عارف ان هو موجود. وكمان في جزء بيعمله فيا انا شخصيتي، انه انا في كل ألم انا عديت بيه في حياتي بقدر اساعد ناس تانية متألمين. فمن ضمن الحاجات بالخدمه انا بقدر يعني بتحرك وسط ناس وشفت حاجات شبه إلينا، فكنت حاسس بيهم قوي، عارف اصلي عشانهم، عارف اقف جنبيهم، عارف اسمعهم. انا فاكر قوي اكتر مكالمات فرقت معايا وانا في المستشفى والوقت اللي احنا كنا شايفينه ضلمه قوي، كان في حد يتصل بيا يقول لي يا شادي انا عديت وابني حصل معاه كذا وعدينا في الوقت ده وانا حاسس بيك بس. فقد ايه اكتر الجمل دي كانت بتفرق جدا. يسوع لما جه على الارض اتألم وحس بينا قوي، هو مش في السماء بعيد عننا خالص، لكن هو موجود. فكل ألم احنا بنعدي فيه هو يشعر بيه كويس جدا وعارفه كويس قوي، واللي يضمن لينا ان احنا نكمل الحياه لغايه ما نتقابل مع حبيبنا يسوع، ان احنا ماشيين معاه طول السكه. مش هيعفينا ان احنا ما نعديش في ألم او صعوبات، لكن هو معانا طول الرحله. شكرا.